السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في لابورس بالديتاي، لاشين اللي كنعطيكم فيها كاع لي ديتاي على لابورس دو كازابلانكا، وكنبارطاجي معكم التجربة ديالي الخاصة في البورتفوي ديالي الخاص. كيف العادة ما كنخبي لكم حتى شي حاجة. الفيديو ديال اليوم غيكون مهم بزاف، حيت غندويو على واحد لانتروداكسيون بورص اللي جاية إن شاء الله، اللي غادي تكون فرصة بالنسبة لبزاف د الناس اللي ضيعوا لي زانتروداكسيون ولا لي زاي بي او اللي فاتوا، خصوصا ان الشركه زوينه. غندويو حتى على البي سي بي اللي كيدويو عليها الناس بزاف مؤخرا، اكتيطال كوزيمار. المهم حلقه غادي تكون زوينه بزاف. غير بغيت اولا قبل ما نبدا نشكركم كاملين على الدعم ديالكم، حيتاش من بعد ما بوستينا الفيديو الاخراني طلع السهم من 9227 ابوني ل 9318. كنشكركم كاملين واحد بواحد على لي لايك باش ان الفيديو يطلع في الالغوريثم، على لي كومونتير الزوينين باش عاوتاني الفيديو يطلع في الريتش. حاجه وحده اللي كتسولوني عليها بزاف هي الجروب واتساب. الجروب واتساب راه كنتسنى غير شي وقيته نمشي ناخد فيها النمره جديده، يعني مبغيش نديرو بالنمره بيرسونيل. ومن بعد فاش غادي ندير داك الجروب واتساب بالنمره الجديده، راه غادي نبوستي واحد الستوري في انستغرام، وفي نفس الوقت الجروب فيسبوك اللي غادي يبان لكم بوكس دو كاسابلانكا بالديتاي، راه حتى هو تقدروا تدخلوا ليه. كاينين شي ناس كيقولوا لي ديروا بشي مونطون اللي يكون صغير بحال شي 20 درهم الشهر ولا 15 درهم. كاينين شي وحدين يعني كيقولوا لي واش الجروب غيكون فابور. المهم نتوما كيبقى هذا لو شوا ديالكم، شنو كيبان لكم احسن. كتبوها في لي كومونتير وعلى الراس والعين، انا ما عنديش مشكل. نبداو على بركه الله. تي 2 اس هي الشركه اللي دايره دوموند انها تدخل لا بورصه. طبعا خاصها تسنى ان لا ام ام سي انها تقبل الطلب ولا لا. وطبعا كيف ما قلنا راه حد اس جي تي ام حط 12 ارقام قياسيه، يعني فاش دارت لانتروداكسيون بورس ديالها ولا دارت لاي بي او ديالها، يعني كيخلي بزاف ديال الشركات يتانتريساو باش انهم يدخلوا حتى هما لابورس وحتى هما يطرحوا الاسهم ديالهم للبيع. بالنسبه للشركه شنو كدير الشركه، راه لا دخلتي غير السيت ديالها راه غادي تشوف بلي راه كتبيع التجهيزات المستشفيات ولا مراكز الفحص ولا داكشي كامل طبي. يعني تقريبا فحال فيسان وراه غادي تشوفوا هنايا راه كاتبينها، يعني نوطامون هي الكونكورون ديريكت ديال فيسان اللي ديجا كوتي اون بورس. دونك غادي تكون واحد بحال قلتو غادي نحاولوا نديروا واحد الفيديو فين إلا خرج القرار يعني من لا ام ام سي انه صافي لانتروداكسيون بورص غادي تكون في جويي نيت بالضبط، وعطاو لا دات وتكونفيرم هادشي. غادي نحاولوا نديروا واحد المقارنه ما بين فيسال وما بين هاد الشركه ونشوفوا شكون احسن، يعني لا من ناحيه ديال البي او ار لا من ناحيه ديال بزاف ديال العوامل الاخرى، يا اما من ناحيه ديال البيزنس بلان شنو هي الشركه اللي كبر وشحال من حاجه اخرى. المهم هادشي اللي كاين، شفت بزاف ديال لي زارتيكل كيدويو عليها، قلت نقولها لكم باش الناس فهمتي توجد اللي عندها شويه ديال الفلوس تجمعوا من هنا شويه شويه الا كانت لانتروداكسيون تحطها في لانتروداكسيون، حيتاش غادي تكون واحد الفرصه اللي زوينه بزاف. نمشيو دابا للبي سي بي. بي سي بي صراحه بزاف ديال الناس دواو عليها مؤخرا، حيتاش كطيح من ناحيه ديال البري. الا مشينا نشوفوا من ناحيه ديال البري ديال بي سي بي حاليا فين هو الشارج 238. يعني 238 صراحة ثمن اللي هابط. وكاينة كاع ناس اللي كتقول اننا نقدروا نوصلوا لهاد لي نيفو هادو ديال 200 درهم في لي جروب فيسبوك لا شفتو. مي جو بونس بعيدة بزاف، بعيدة كل البعد، حيتاش هادي راه ماشي غير هوتا هاد لا زون هادي، راه لا شفتو قسناها مرة واحدة في 2023 عاوتاني تشوكا البري طلعنا. زون دوموند اللي كبيرة بزاف عاوتاني قسناها هنايا، الموف عاوتاني كانت الأعلى. وحتى قبل في 2014 سبتمبر 2014 هاد النيفو هذا من بعد ما كسرناه راه عاوتاني درنا واحد الصعود اللي كبير. دونك هاد النيفو ماشي غير هوتا فوت هوتا لهيه، و جوبونس بعيد كل البعد اننا نوصلوا ليه. النيفو اللي نقدر نقول يعني هذا نيفو زوين حاليا ديال 238 بالنسبه لي انا كرأي شخصي. نقدر يعني نزيد الا هبطنا لهذا النيفو هذا ديال 220، يعني 220 نقدر نزيد فيه. وانا كتعرفوني انا كنبقى الا بان لي السهم طايح كنبقى نزيد شويه بشويه، كنبقى ندير التعزيز شويه بشويه. راه باقي ما زدتش الكاش، يعني غنزيد واحد 2 المليون نيشان
باش نخلّي الكاش لديك الintroduction bourse اللي قلنا، وفي نفس الوقت إلا كانت شي شركة كطيح بحال هكا بحال BCP وكيبان ليا أن الfondamental ديالها ما طرا عليه حتى شي حاجة، راه طبعًا كتكون فرصة باش أنك تaccumuler عدد أكبر من الأسهم بثمن اللي زوين. دونك هادشي اللي عندنا على قبل الBCP. نمشيو أكديطال اللي بدات يعني 2026 بواحد الcroissance في الchiffre d'affaires ولا الرقم ديال التعاملات. هذه حاجة مزيانة بالنسبة للناس اللي فاش كنا شفنا أكديطال في داك الهبوط الأخراني في هاد البايزون هذا اللي تقداو تقريبا أكديطال ب1000، 1020، 1050، 990. المهم الناس اللي تقداو أكديطال في الثمن أكديطال بالنسبة للفوندامونتال كيف ما كنقول حاليًا غادا مزيان، يعني بالنسبة كوتي فوندامونتال غادا مزيان، يعني لا خوف عليها حتى من الناحية ديال الأرباح راه غادي يكونوا أرباح من ناحية المستقبل. دونك كنحاول صراحة إلا رجعنا لهاد النيفو نزيد حيتاش ما استغليتش الفرصة في المرة اللي فاتت، زدت في شركات آخرين دونك ما بقاش عندي الكاش، دونك ما قديتش أنني نزيد في أكتيطال مي إلا زاد هبط الثمن غادي نحاول نتقدى يعني في هاد البايزون هادي، إلا دخلنا ليها عاوتاني مرة أخرى راه غادي نتقدى وغادي نبارطاجي معاكم داكشي كامل. دونك بالنسبة لآخر خبر اللي عندنا على كوزيمار اللي كتسنى الفو فيغ على واحد البروغرام اللي باغيين يديروا ديال الغاشا داكسيون ولا الباي باك ولا بالدارجة ولا بالعربية نيشان الشركة غتبدا تشري الأسهم ديالها راسها. يعني باغيين يديروا واحد الكالوندري من تقريبا 20 جويلية 2026 حتى ل 20 جونفي 2028 فين غادي يبداو يشريو الأسهم ديالهم. يعني تقريبا باغيين يديروا واحد التوتال ديال 400,000 و34 سهم اللي غادي يشريو في هاد المدة هادي. وهي حاجة اللي مزيانة، علاش هي حاجة مزيانة؟ أولًا كتزيد السيولة في السهم حيتاش هُما غيشريو وغيبيعوا في نفس الوقت. مي الحاجة الثانية هي أنك كتنقّص شنو سميتو، كتنقّص الأسهم اللي كاينين في المارشي، يعني كتنقّص من الانفلاسيون. منين كتنقّص نتا عدد الأسهم اللي كاينين في المارشي مليوحين راه أوتوماتيكمون هذاك الثمن كيطلع مع الوقت، كيف ما في الذهب ولا كيف ما في أي حاجة أخرى، قد ما كيكثر الطلب والعرض كيقلال يعني الأسهم اللي كاينين محطوطين في العرض كيقلالوا راه الثمن كيزيد يطلع، هادي راه اللوجيك اللي عادي. تاني حاجة اللي زوينة هي أنهم غادي يديروا تقريبا 10 دراهم في توزيع الأرباح ولا في dividends. حاجة اللي مزيانة في الثمن الحالي 180 راه كتعطي ديك النسبة ديال 5.50 يعني 5.5%. يعني غيعطيوك 10 دراهم على كل سهم. حاجة اللي مزيانة بالنسبة للناس اللي عندهم واحد الكابيتال كبير محطوط في كوزيمار. وصراحة غادي نشوف واش هاد الأخبار هذا ولا هاد البروغرام هذا غادي يتفاليدا ولا لا. إلا تفاليدا صراحة راه غادي يزيد بزاف ديال الانتيري، غادي يجيب بزاف ديال السيولة للسهم ديال كوزيمار ونقدروا نشوفوا واحد الصعود الصراحة من هنا للمستقبل. حيتاش منين الشركة كدير هاد الطلب ديال الباي باك ولا الغاشا داكسيون كيبين أنهم عندهم واحد الكاش فلو، يعني عندهم واحد الليكيديتي ديالهم من الأرباح اللي يقدروا يستعملوها باش أنهم يطلعوا الثمن ديال السهم ديالهم. حاجة اللي مزيانة بالنسبة للناس اللي مستثمرة في الشركة باش نكونوا نيشان. دونك هادشي اللي كاين، دوينا على كل شيء، دوينا على الانتروداكسيون اون بورص اللي جايه، دوينا على البي سي بي قلنا باللي ما فيها حتى شي حاجه كوتي ديال شنو سميتو فوندامونتال، كاينه غير واحد البانيك حاليا حيتاش الثمن غادي كيهبط. كاين الناس اللي مخلوعين كيبيعوا، يعني كيبان لهم الثمن ديال خصوصا الناس اللي شراو في 259 ولا في الثمن اللي كسر، يعني كاين الناس اللي كيبانيكيو وكيبداو يبيعوا. وهادشي كيبدا يزيد في داك السنوبول افكت ان هذا كيتخلع كيبيع كيخلع الاخر عاوتاني حتى هو كيبيع وكيبقى غادي داكشي وكيهبط. في نفس الوقت دوينا على اكديطال اللي غادا مزيان بوغ لو مومون صراحه. الناس اللي تقداو في داك الثمن ديال 900 راه داو الهوته صراحه. جو بونس با غادي نوصلوا لداك النيفو في هاد لو مارشي اكطويل، خصوصا الحرب الى سالات. هادشي اللي كان كنتمنى نكون عطيتكم كاع لي زانفورماسيون. كانت حلقه مفيده، كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم على لي فولو لي لايك لي كومونتير، راكم تما وشكرا لكم بزاف. بيس.